عملت قهوه حرفيا عاملاها بقالي ساعه، القهوه بردت، قعدت اظبط في الاضاءه وما اعرفش ايه لحد ما القهوه بردت، وقعدت ارج فيها لحد ما حرفيا اتبهدلت. بس لسه عايشه بجد، طعمها حلو، عايشه عليا. انا بحيي نفسي. طبعا انا فاضيه عادي، ارغي براحتي، اشرب قهوه، اعمل اللي انا عايزاه في الفيديو، لان الفيديو ده لثانويه عامه 2024 اللي هم قاعدين دلوقتي في اجازه ولا انا في اجازه، فاحنا مع بعض فاضيين مش ورانا اي حاجه، فانا ممكن ارغي في الفيديو براحتي. وللاسف انا انسانه رغايه جدا جدا، بس انا كنت بحترم نفسي مع بتوع ثالثه ثانوي عشان هم مش فاضيين للكلام والرغي، فكنت بحترم نفسي وبحاول امسك نفسي من الرغي وكده. لكن انتوا ناس فاضيه فارغي براحتي عادي جدا. قولوا لي يا جماعه صح، الاضاءه كده احسن الخلفيه اللي ورايا كده احسن؟ طبعا الخلفيه اللي ورايا دي عايزه تتظبط، بس انا لسه بجمع فكره كده حلوه عشان اعملها. انا عملت كده بس حاجه كده مؤقته علشان الحق اصور، لان انا بقالي كتير ما كنتش بصور، بس حاليا يعني كده. ايه رايكم؟ الاضاءه كده احسن ولا مغمقاني ولا ايه؟ انا بصراحه حاسه كده احسن من الاول، فانتوا قولوا لي برده رايكم. علشان الفيديو اللي فات مش في ناس كتير قالت لي ومفيش ناس كتير اخدت بالها ان انا غيرت طريقه التصوير وغيرت الاضاءات وغيرت كل حاجه. في 2 بس اللي قالوا لي، وبجد شكرا ليكم، لكن الناس التانيه ما قالتليش. ثانويه عامه 2024 ناس كتير جدا جدا سالتني يعملوا ايه في الاجازه، وانا بصراحه كنت متاخره في الفيديو ده، ويا ريتني كنت عملته من بدري، لان انا اكتشفت ان انا فعلا انسانه كسوله جدا. لان الفيديو ده المفروض كان يتعمل من بدري، كنت كل ما اقرر اعمله اقول لا لسه بدري لسه بدري لسه بدري. فاكتشفت يعني ان احنا دلوقتي اصلا خلاص دخلنا في شهر 7 والاجازه بتطير منكم، فيعني حسيت ان انا لازم اعمل الفيديو ده وكفايه كده تاخير. فصحيت من النوم عملت قهوتي وجيت عشان اصور لكم الفيديو ده. هجاوب لكم فيه بقى على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها، كل الاسئله انتوا بتسالوا فيها هتعملوا في الاجازه. طب لو في حد مش مستعد للثالثه ازاي يستعد؟ بنلعب في الاجازه ولا نقعد ناخد كورسات او احسن الحاجات اللي انا واقع فيها؟ طيب هي اولى وثانيه ثانوي ليهم علاقه بثالثه ثانوي؟ طب لو انا ما كنتش شاطر في اولى وثانيه ثانوي هل ده هياثر عليا في ثالثه ثانوي؟ كل الحاجات دي هجاوب لكم عليها في الفيديو ده ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، لو اول مره تشوفوني انا منى البلتاجي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل اشعار وكل فيديو جديد هنزله. وقبل ما ابدا الفيديو انزلوا دلوقتي تحت وقفوا الفيديو وانزلوا دلوقتي تحت قولوا لي رايكم في التصوير الجديد. هو مش جديد قوي يعني، بس اللي هو يعني عملت تطور، حاسين ان انا عملت اي انجاز في الاجازه. طيب اول حاجه هجاوب عليها، هل تاخدوا كورسات انجلش لو انتوا ضايعين في الانجليش، ولا تقعدوا مثلا تذاكروا مواد اولى وثانيه ثانوي لو انتوا ما كنتوش شاطرين فيها؟ طبعا الاجابه القطعيه للكلام ده كله انه لا طبعا، ما فيش اي حد يقدر يقول لك كده، واوعى تسمع كلام اي حد بيقول لك اقعد ذاكر في الاجازه، لان ثالثه ثانوي سنه طويله جدا وكافيه جدا ان انت تعمل فيها كل ده. اولا لو خدت كورس انجلش فده مش هيكون ليه علاقه بثالثه ثانوي، لان الحاجات اللي بتاخدها في كورس الانجليش ما بتكونش هي بتاعه ثالثه ثانوي. ولو ذاكرت منهج اولى وثانيه ثانوي فده بجد هيتعبك جدا جدا، وانت هتكون مستنزف جدا اول ما تبدا السنه. لما تيجي بقى ثانويه عامه تبدا، اللي هي اصلا هتبدا تقريبا في اول شهر 8 او مثلا في نص 8 على حسب ما الناس تبدا، بس في الاغلب يعني كله هيبدا في اول شهر 8. هتبدا صدقني هتكون طاقتك مستنزفه جدا، مش تبقى قادر. انا بجد مستغربه من كل الناس اللي بتبعت لي بتقول لي انا مستنيه ثالثه ثانوي مش عارفه اعمل ايه، طب انا متوتره من دلوقتي، طب هل انا هدخل طب ولا لا؟ اللي هو يا جماعه انتوا متوترين لايه من دلوقتي؟ انا بجد شكيت في نفسي، لو انا قدكم كده وانا داخله ثالثه ثانوي حرفيا ما كانش في دماغي اي حاجه غير ان انا عايزه ما اضيعش ثانيه في الاجازه. اي نعم انا ما عملتش انجازات كتير في الاجازه بصراحه، وما لعبتش كتير يعني، اللي هو كانت اجازه عاديه زي كل الاجازات. بس بصراحه لا، في الاخر رحت الدنيا ورحت صيف ولعبت كتير قوي في اخر اللي هو يعتبر في شهر 7 ده، قعدت العب كتير جدا جدا. فلما بدات ثالثه ثانوي بقى حرفيا كنت بكل طاقتي، كنت بادئه السنه بقى وانا مرتاحه نفسيا وانا مبسوطه. وحاجه كمان بجد ساعدتني ان انا ابدا ثالثه ثانوي بكل طاقتي، وان انا بجد طول السنه الحمد لله ما كنتش زهقانه غير في الاواخر خالص، يعني ان انا كنت في السنه بتاعت كورونا اللي هي يعني اولى وثانيه ثانوي ليه كانت في الكورونا. فطبعا اولى وثانيه ثانوي بالنسبه لي ما كانتش سنين دراسه بجد، يعني انا كنت حرفيا طالعه زي اللي طالعه من ثالثه اعدادي على ثالثه ثانوي على طول. ولو تانية ثانوي بالنسبه لي ما كنتش بذاكر فيهم كويس على فكره، وما كنتش بطلع من الاوائل ولا كنت بجيب، حتى ما كانش لينا درجات، حتى ده كان تقدير. كنا بنمتحن مره امتحاننا من البيت ومره رحنا المدرسه، بجد كانت كوسه كده، وما كانش فيه مراجعه ولا امتحانات ولا بتاع. فانا بصراحه كنت بعمل حاجه تانية في الوقت ده، وعملت حاجه ونجحت فيها الحمد لله. يعني المفروض انت لو في اجازه طويله مثلا، يعني انا كنت واخده اجازه فتره كبيره جدا بجد في وقت الكورونا ده، فالمفروض لو انت في اجازه طويله تستغل الاجازه الطويله دي في ان انت تعمل حاجه مفيده، لان بجد الواحد لما بيبقى قاعد في اجازه كده مفيش حاجه بيعملها او ما عندوش هدف يعني بيعمله، بقى الحياه كده غريبه، بتحس ان انت مشتت وضايع، مش عارف انت بتعمل ايه، الحياه ممله، وبتبقى بجد اللي هو ايه باب مفتوح للمعاصي، ان انت بقى مش عارف تعمل ايه، فبتقعد بقى تخرب في اي حاجه، تقعد تسمع افلام ومسلسلات وتبقى قاعد كده بلا هدف طول النهار تنام وعندك اكتئاب. وده اللي حصل بجد من اول ما خدت الاجازه، ان انا مش بعمل اي حاجه، فانا قاعده كده حاسه بملل وحاسه ان انا
اللي هو في ايه يا جماعه، ايه الاجازه دي؟ فقلت بقى لا لازم افوق، وقمت بقى قلت هصور فيديوهات بقى وهعمل حاجات في الاجازه وان شاء الله اشاركها معاكم. بس انا مستنيه ثالثه ثانوي يخلصوا، وان شاء الله في فيديو هعمله اول ما ثالثه ثانوي تخلص على طول، اللي هو ازاي تستغلوا الاجازه وحاجات تعملوها في الاجازه وكده. يعني انا قعدت ابحث في الموضوع ده كتير علشاني وعلشان اشارككم الحاجات دي، فان شاء الله ده فيديو هيتاح. المهم يعني ان انا كنت يعتبر واخده اجازه طويله جدا، فلما بدات ثالثه ثانوي كنت حرفيا بكل طاقتي. وده ينقلنا على السؤال الثاني اللي هو هل لو انا مش كنت شاطر في اولى وثانيه ثانوي ده هياثر عليا في ثالثه؟ لا بجد، انا طبعا كنت عارفه المنهج، كنت ملمه بالمنهج في اولى وثانيه ثانوي، بس ما كنتش بذاكر بقى ولا براجع ولا بحل امتحانات ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس انا كنت ملمه بالمنهج. بس لو حد اصلا ما كانش بيذاكر خالص ومش شاطر يعني، فانا عايزه اقول لكم في ثالثه ثانوي حتى منهج النحو والمنهج الانجليش لان هما بيبقوا تراكمي، كل اللي انت خدته في النحو من اول ما دخلت اولى اعدادي لحد ثالثه ثانوي، اللي هو من اول الف الوصل وهمزه القطع، حرفيا من اول الحاجات دي كل ده بيتشرح من اول وجديد، المدرس بيشرحه من اول وجديد. وفي الانجليش برضو منهج الانجليش عليكم في ثالثه ثانوي تقريبا هو منهج اللي انت خدته في اولى وثانيه ثانوي، ونفس الوضع في الفرنساوي برضو. اغلب مدرسين الفرنساوي لان المنهج بيبقى قصير يعني مش كميته كبيره، بيراجعوا كمان على منهج اولى وثانيه ثانوي، فما تقلقوش يعني لو انت حتى مفوت اي حاجه ما تقلقوش. بس مش معنى كلامي ان الناس اللي في اولى وثانيه ثانوي او اللي داخلين اولى وثانيه ثانوي ما يذاكروش، لان زي ما قلت اهو الحاجات بتتكرر تاني. يعني انت لو مذاكرها قبل كده كويس وفاهمها ده هيسهل عليك جدا جدا في ثالثه ثانوي. لكن لو انت ضايع مثلا وما ذاكرتهمش قبل كده، او انت كنت مهمل وما بتذاكرش او اي حاجه من الحاجات دي، فده كله بيتعاد تاني. فلو بدات ثالثه ثانوي من الاول صح وذاكرت واهتميت هتلاقي ان انت مش فايتك اي حاجه. فالناس اللي خايفه دي ما تقلقش خالص يا جماعه، واستمتعوا بجد بالاجازه. عشان بجد انا مستغربه جدا جدا من حماسكم لثالثه ثانوي ومن خوفكم ومن توتركم، اللي هو عيشوا حياتكم يا جماعه. بجد وانا داخله ثالثه ثانوي ما كنتش بفكر في اي حاجه، ما كنتش حاسبه لثالثه ثانوي دي خالص بجد، ما كنتش حاطاها في دماغي. مع ان انا كنت حاطه في دماغي ان انا ان شاء الله عايزه ادخل كليه من كليات الطب يعني، بس ما كنتش شايله هم ثالثه ثانوي من قبلها كده زي ما انتم شايلين الهم. يعني انا حتى اختي داخله ثالثه ثانوي، انا اختي نايمه في البتنجان حرفيا، اللي هو قاعده تلعب بقى وما بتسالش اي حاجه ولا بتقولي حتى هي ثالثه ثانوي دي عامله ازاي ولا هعمل ايه او مش هعمل ايه. فاللي هو عيشوا حياتكم يا جماعه واتبسطوا في الاجازه، اخرجوا روحوا اتفسحوا، روحوا مصيف. حاولوا برضو ان انتوا تنموا ذهنكم كده، ولو انتوا عندكم اي حاجه مثلا بتضايقكم او حاجه مثلا تعباكم في حياتكم او حاجه مضايقاكم، حاولوا ان انتوا تصلحوها. حاولوا لو انت مثلا عندك اي حاجه مشكله بتضايقك في حياتك، حاول انت تنمي ذهنك، اسمعوا بودكاست مثلا، اعملوا اي حاجه تكون مفيده ليكم برضه. ما تسيبوش نفسكم كده في البتنجان كده، لان حتى دي حاجه مش ممتعه. يعني انت لما بتبقى قاعد كده مش في اي حاجه، بالعكس ده بيقلب باكتئاب. لما تكون قاعد فاضي كده وما بتعملش اي حاجه فالموضوع ده بيقلب باكتئاب، بتكون الاجازه ممله. وانا بجد دلوقتي كنت عايشه في الملل ده، فبجد انا اكتشفت ان الاجازه كده فعلا ممله. انا بجد من كتر ما انا كنت في الدراسه بقى اللي هو كنت داخله على حاجه جديده، فكنت بقى هو بحس ان انا عليا ضغط كده، وفي نفس الوقت كنت ملتزمه بالتصوير وكده والفيديوهات، فكنت ما كنتش ملتزمه قوي الصراحه يعني، كنت بتاخر كتير. بس اللي هو يعني كنت بصور، فكنت حاسه ان انا بقى اللي هو ايه، يا بقى لما تيجي الاجازه وارتاح واقعد كده ما اعملش اي حاجه. كنت بقول ان انا هقعد اريح لي حبه كده، بس اكتشفت بجد ان الاجازه بتبقى ممله كده، واللي هو مفيش حاجه ممتعه في الحياه. ايه الحلو في ان انت تبقى قاعد مش وراك اي حاجه؟ يعني العبوا رياضه، روحوا جيم، علموا سباحه، اعملوا اي حاجه تكون ممتعه ليك. ممكن تعرف اكتر عن دينك. يعني مثلا انا لما ببقى فاضيه دماغي بتتشتت بجد، ببقى بقعد افكر في حاجات غريبه. يعني مثلا انا لما كنت في اجازه كورونا دي كنت بفكر تفكيرات غريبه عن الدين، اللي هو مثلا استغفر الله العظيم يا رب، بجد استغفر الله العظيم، هو ليه ربنا موجود؟ او مثلا ايه الاكيد على وجود ربنا؟ يعني انا ليه مسلمه؟ يعني كنت بجد بفكر تفكير غريب شويه. طبعا اي حد المفروض اصلا يفكر التفكير ده، لان انت مش المفروض تبقى مسلم بس كده، او مش المفروض ان انت عشان اتولدت مسلم فانت تبقى مسلم او مؤمن. انت لازم تبقى مؤمن، لازم تبقى يعني انا ما كنتش فاهمه يعني ايه الناس اللي هو ايه قلبي متعمر بالايمان كده، اللي هو لازم تبقى مؤمن بقلبك مش مسلم. يعني انت مسلم علشان انت اتولدت مسلم، لكن مؤمن دي ان انت فعلا تكون مؤمن بوجود ربنا وعارف ادله الحاجات زي كده. فلما كنت بفكر التفكير ده قعدت بحثت كتير جدا 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 لحد ما فعلا اتاكدت مليون في المية من وجود ربنا. ولما قعدت في الاجازه دي برضو كده فاضيه جالي تفكير تاني في حاجات تانية، هو هل الانسان مسير ام مخير؟ وبجد اكتشفت في الموضوع ده حاجات كتير جدا لما دورت. ممكن بقى ابقى اعمل لكم فيديو عن الموضوعين دول بقى باستفاضه كده، لو انتوا عايزين تعرفوا يعني، او ازاي رحلتي في ان انا كنت بدور واكتشفت ايه، او ايه اللي جه في دماغي عشان كده فكرت كده. اللي هو حاجات كتير جدا، الموضوع كان كبير بالنسبه لي، كانت ازمه في حياتي، بس كانت نقطه تحول في حاجات كتير جدا.
في التزامي في حاجات كتير جدا. لا بجد فعلا كانت نقطه تحول في حياتي في حاجات كتير جدا. ممكن ابقى احكي لكم الموضوع ده بالتفصيل. قالت بجد ان انا اللي هو قلبك بيبقى قوي بالايمان، وان انت فعلا دايما تبقى كده اللي هو فاكر دايما ربنا، وحاسس بالذنب لو عملت اي حاجه غلط. فممكن ابقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. مش عارفه ليه انا بخش في حتت كده، بس اللي هو يعني انا حاسه ان انتوا فاضيين وانا فاضيه، فاللي هو ايه المشكله لما نحكي مع بعض يعني. وان شاء الله لما ثالثه ثانوي تخلص بقى هعمل لكم فيديوهات كتير بقى فيها حاجات كتير بقى انا اتعلمتها وهشارككم بيها، في محتوى جديد بحضره. بس ثالثه ثانوي بس تخلص، عشان حاسه بالذنب كده لو نزلت اي حاجه هم لسه ما خلصوش. المهم يعني خلصت الكلام ان انت ما تسيبش حياتك فاضيه، ما تقعدش فاضي كده ليل نهار كده مش في اي حاجه فايده في حياتك. وفي نفس الوقت ما تجهدش نفسك في المذاكره خالص. اعملوا اي حاجه في الدنيا تبسطكم، طبعا كل واحد عارف هو بيتبسط ازاي. اوعوا تذاكروا اي حاجه الا من ثالثه ثانوي تبدا. الناس بقى اللي بتنزل تحجز دروس، وانا دلوقتي عايزه اشوف بقى هاخد مع مين والكتب اللي هشتريها ايه، ما تشغلوش بالكم خالص، وما تنزلوش تحجزوا دروس كمان، لان انا برضو نزلت حجزت دروس وفي الاخر الموضوع بيطلع بجد فيستك خالص وكله بيدخل عادي. فعادي يعني ما تحجزوش دروس. لا عايزين تنزلوا تتسلوا كده وتحجزوا، ممكن تنزلوا قبلها بيومين مثلا ولا حاجه، لكن مش شرط، مش حاجه اساسيه يعني. هو ده اي كلام كده يعني. لو المدرس رحت له مش هيقول لك لا ما تدخلش. ده في ناس بتدخل اصلا في نص السنه يعني، في ناس جديده بتدخل في نص السنه. ما تشيلوش هم الموضوع ده وهم الكتب والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها امرها سهل وهتتعرف في وقتها، فما تشيلوش هم يعني. كده كده انتوا مش هتبقوا بادئين ثالثه ثانوي بقى بتقتيل بقى وهتموتوا نفسكم. هيبقى عندك وقت تسمع فيديوهات عادي وتسمع الناس بتقول لك تاخد كتب ايه وتاخد عن مدرسين ايه مثلا، او تسمع مين على اليوتيوب. هيبقى عندك وقت يعني في الاول ان انت تعرف كل الحاجات دي. فدلوقتي ما تشغلوش بالكم باي حاجه من الحاجات دي. وان شاء الله بقى لما تبقوا داخلين ثالثه ثانوي بجد هعمل لكم فيديو ازاي تستعدوا، لان بجد حاجه زي كده مهمه جدا جدا. كان نفسي اقولها للدفعه الثالثه ثانوي 2023 دلوقتي، بس طبعا انا ما بداتش معاكم فيديوهات الا من شهر 10 مثلا، فما لحقتش اقول الكلام ده. فان شاء الله انتوا اللي هيتقال لكم الكلام ده. مش نصايح يعني ولا حاجه والله، بس هي حاجات بجد فرقت معايا، واكتشفت فعلا ان هي فرقت معايا طول السنه. حاجات كده بيزكس كده المفروض تعرفوها علشان تريحكم طول السنه بس كده. وبتهيالي ما فيش اي حاجه ممكن اقولها تاني دلوقتي عن ثالثه ثانوي غير ان انتوا تريحوا. اي اسئله تانية بقى كلها هتعرفوها لما تبقوا داخلين ثالثه ثانوي، لكن دلوقتي ما تشغلوش بالكم بثالثه ثانوي خالص خالص. اللي عايز بقى يعمل اي حاجه بيحبها، يتعلم حاجه بعيد عن الدراسه، بعيد عن الدراسه، يتعلمها. برمجه بقى، مثلا جرافيك ديزايننج، اي حاجه بتحبوها عايزين تتعلموها، ايديت مثلا، تعملوا اي حاجه بتحبوها اتعلموا عادي. ودي حاجه كويسه جدا، بالعكس دي حاجه ممتعه لما تحس ان انت بتتعلم حاجه كده وحياتك مفيده وان انت بتعمل انجاز في حياتك. دي بتكون حاجه حلوه وبتحفزك ان انت تبقى انسان كويس يعني. بس ما تشغلوش بالك بثالثه ثانوي دلوقتي. والقهوه برده بجد. ولو انا رغايه برده قولوا لي في الكومنتس تحت عشان اقلل في الكلام شويه. لو انتوا حابين ان انا اتكلم معاكم وارغي براحتي قولوا لي برده عشان ما احسش ان انا بضايقكم يعني. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو حابين تسالوا في اي حاجه ثانيه اسالوني وانا هرد عليكم في الكومنتس. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكم كل اشعار بكل فيديو جديد هنزله. وبس كده، باي باي.